مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير، صحه وسلامه. معكم مشير من قناه مشي سبورت. اذا عجبك هذا المحتوى لا تنسانا من اللايك والاشتراك، ونحن لكم من الشاكرين. رسميا الفيفا اعلن رسميا بطوله كاس العرب، والتي سوف تستضيفها قطر بعام 25 و29 و33. البطوله اصبحت رسميه تحت مظله الفيفا الدولي، والتي سوف تقام كل 4 أعوام. ممتاز لهون. بس عنا سؤال صغير، مجرد سؤال: ليش هي عم تصير بقطر؟ ليه بقطر؟ ناشئين 5 سنين ورا بعض بقطر. بالنسبة لكأس العرب كمان عندك 3 مرات ورا بعض. أول المرة الماضية طبعا، هاي مع 3 4 مرات. ليش كل 4 سنوات؟ كانت كل سنتين. بس سؤال، مجرد سؤال بس. ليه ما فيك تستدعي المحترفين؟ على انه اساس انه تحت مظله الفيفا. ما فهمت يعني. تحت مظله الفيفا ورسميا وكل 4 أعوام وعاملين لي فيها شوشره، ويعني كانه راح نقوم نرقص على هذا الموضوع. ما حدا راح يستفاد منها شيء. مجرد انك مانك عم تستدعي المحترفين معناته صفر على الشمال البطوله. عدم استدعاء المحترفين، ما التصنيف العالمي ما بيزود ولا بينقص. ما بيعمل لك شيء خالص بالتصنيف العالمي نهائيا. وبتقول لك تحت تحت مظله الاتحاد. وين تحت المظله؟ لا تصنيف عم تستفاد منه، لا انك عم تقدر تجيب المحترفين بتاعك، ما انك عم تقدر تستفاد باي شيء خالص. مصروف بس انه والله انه على اساس انه اللي بيربح له هالقد وهالقد مبلغ مادي. طيب، بس مجرد سؤال. يعني السعودية مثلا، الإمارات، بقية الدول بشرق آسيا ما عندهم بنية تحتية مثل اليابان وكوريا وغيره وغيراته؟ عندهم. ليش بقطر؟ ليه؟ هذا سؤال موجه للفيفا وللاتحاد الآسيوي. على عيني، على عيني. المحور الثاني يا شباب، بيجيك واحد راسه هالقده، هالقد هيك هالقد راسه، ومربع وبطول وبعرض، وبيجي بيقول لك كوبر خرفان. تفرج، كوبر خرفان. كوبر صار زلمه كبير. كوبر ما عاد يقدر يعطي. كوبر. واليوم التصنيف العالمي لكوبر طلع هو 33 عالميا، يعني تفوق على زيدان وبكثير من المدربين العالميين. تصور. هذا اللي معاجب كثير عالم ما بيحمدوا ربهم انه هذا الاتحاد جاب لنا هيك مدرب عالمي. ما بيحمدوا ربهم، وعم يتقاضى ارخص الاسعار في العالم بيعتبر. شو بتكون احلى من هيك؟ يعني كوبر عم ياخذ حوالي 40,000 هلا بهالفتره هاي. كان اول 33 كان عم ياخذ، هلا صار 40 مع كاتب. طيب اوكي، وين المبلغ الكبير هذه بالنسبه له؟ وبيقول لك واحد بيجي بيقول لك والله ما عم يقدم شيء. زلمه ختيار، اسلوبه دفاعي، اسلوبه ما عنده اسلوب. ما شفنا منه شيء لحد هلا. كيف بدك تشوف؟ كل اللي لعب هون ال6 مباريات نظاميات. هلا صار من كاس اسيا. لا تحسب لي قبل اسيا مع الشلاليه القديمه. ما تحسبهم خالص. بدك تحسب حساب من الكاس اسيا وانت جاي هون بتحسب له اياهم. ما بتحسب له من المره الماضيه. بيجي واحد يعني بصير بيقول لك والله انه كوبر ما عم يقدم لنا شيء يا اخي. ما شفنا شيء. لا، بيجيك مدربين محليين بيقول لك ما شفنا شيء منه لهلا، مثل المدرب المحلي. طيب كيف مثل المدرب المحلي؟ ما حسيته انه بكأس اسيا اختلف نظام اللعب واسلوب اللعب ما عم بفهم. في عنا نحن عنا ناس عن جد راسها مربع، ناس راسها مخها في شيء غلط. يعني هالاتحاد لاول مره عنا نحن بيجينا مدرب عالمي. طيب ما مطول بالنا عليه سنه وسنتين وثلاثه واربعه كمان لحتى يبني منتخب على ركيزه اساسيه، على الصخر. يبني على صخر، ما يبني على رمل مهزوز. حتى نوصل لمراحل بنصير من كبار القوم، كبار اسيا. عيب، والله عيب. بدنا الشعب يوعى شوي، خاصه الجمهور الكروي.
فينا نقول ألف ألف مبروك لريال مدريد، وألف مبروك لعودة حارسنا المتألق كورتوا. يعني ما شاء الله امبارح اللي حضر المباراة شيء رفع، شيء كابر. ولكن على فكرة مو لأنه ريال مدريد نحن لازم نحن نبخس حق لبس. امبارح كمان 10 تصديات لكورتوا امبارح. يعني لو واحدة أو اثنين مرات كان في تغيرت النتائج أو تغيرت المعادلة، ظروف المباراة بتتغير. بس كورتوا امبارح كان رجل المباراة، أخذ 9 فاصل شيء، 9.8 مع 9.4 ما اتذكر. يعني اخذ اعلى تقييم، وهو اللي حافظ على مجريات اللقاء، وكلين شيت بالنسبه له. هاي المباراه كانت، هاي لعب كمان قدام غرناطه ما شاء الله، كمان تصديتين، وقدام قادش، وهاي هلا قدام البس، وعم يلعب ما شاء الله عليه. وريال مدريد قادم بقوه كمان، حتى بالعام القادم اندريك راح يجينا كمان لاعب ما شاء الله. اندريك هذا البرازيلي، ومع فينيسيوس ورودريجو، مرعب، هجوم رعب. فينا نرجع نقول ألف مبروك لريال مدريد، وعقبال ما يحقق البطولة بواحد الشهر. كلياتنا بانتظار هاي المباراة، وأنا تقريبا خمسة، مو 50 طبعا، 80 90% متوقع الفوز لريال مدريد. مو طبعا عاطفي، ولكن الشيء اللي شايفه بالنسبة لريال وقوة ريال أكثر من دورتموند. دورتموند طبعا فريق محترم، فريق قوي، وأنا بعشق هذا الفريق من زمان. كرامة محمود وداوود وغيره، يعني كنت كثير أحب هذا الفريق من سنين. بحب هذا، له أسلوب، طابع خاص هو هذا الفريق. ألف ألف مبروك لريال مدريد. بيجي نحن عنا اللعيبه اللي موجودين عنا، نحن عنا سريعا. طبعا احمد مدني، نتمنى احمد مدني يرجع للدور السوري ويعود ويأهل نفسه من جديد. لانه هيك بهالوضع هذا بالنسبه للفيصلي ما خارجي، ما راح يضل له مكان. هو بالاحرى يعني هو ما ضل له مكان بالايام العاديه، كيف هلا بعد ما عم يلعب وما عم يحقق ارقام او دقائق معينه. ثائر كروما خلص العقد مع مومباي سيتي، وهلا عاد رجع على الدوري السوري، والله يوفقه يا رب ويضل مثابر. ايام موسو ان شاء الله قريبا بيعود للملاعب. هذه المباراة القادمة كمان ما راح يلعب اوسو. عندك داليهو كمان وشمعون كمان الصحون مصابين. يعني عندنا ثلاثي ايهم اوسو ونوح وداليهو مصابين، وبابلو مصاب. والله يستر من الاصابات عن جد، لانه تقولي عين انضربت على المنتخب السوري، وكل المهمين عم ينصابوا. طبعا بالتوفيق لمنتخبنا، بالتوفيق لشبابنا، التوفيق لبلدنا، التوفيق لجمهورنا، التوفيق لكل العالم. لكم كل الحب والاحترام. تحياتي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا لكم.